صباح الخير او مساء الخير على حسب وقت ما بتشوفوني. النهارده هنعمل احلى رز بلبن، طريقه سهله وبسيطه، مكوناتها موجوده في كل بيت، وهنقول المكونات وهنقول البدائل. يلا بينا نشوف الرز بلبن او وش مكرمش لاحلى من المحلات طريقته ازاي. يلا بينا نشوف. اول حاجه هنجيب كيلو لبن مش مغلي من عند اللبان، السكر على حسب الرغبه، و3 معالق نشا، وكوبايه الا ربع رز. هنجيب المية اللي بتغلي حوالي كوبايتين ونحط فيهم الكوباية الا ربع رز. هنقلب كويس عشان ما يشتش ويبقى على نار هادية. زي ما انتوا شايفين استوى، وهنبتدي نجيب اللبن نضيفه على الرز. هنحط كيلو اللبن لكن هنسيب شوية وهقول لكم في الاخر هنعمل بيهم ايه. زي ما انتوا شايفين بنقلب كل شوية وعلى نار هادية. بنحط السكر إلا على حسب الرغبة، في ناس بتحط نص كوباية، كوباية الا ربع، أو كوباية اللي يعجبنا زي ما انتوا شايفين. وهنبتدي نحط يا إما كريمة لباني، يا إما كريم شانتيه، يا إما قشطة. أنا حطيت القشطة عشان نوفر، لأن الكريمة اللباني غالية، حطيتها من بتاعة اللبن. يعني كل يوم بشيل القشطة بتاعة اللبن وبحطها في الفريزر زي ما انتوا شايفين. وحطيت شوية اللبن اللي انا سبتهم في اول الفيديو، حطيت فيهم 3 معالق نشا ودوبتهم وحطيتهم على الرز. هنحط فانيليا، نحط مية ورد، مية زهر اللي المتوفر عندنا. بصوا السمك بتاعه حلو جدا زي ما انتوا شايفين. برضو كل ده على نار هادية، قشطي خالص وكريمي زي ما انتوا شايفين. السمك بتاعه زي ما انتوا شايفين في منتهى الجمال. هنبتدي نحطه في الاطباق. لو حطيناه في الفرن تحت الشوايه حوالي دقيقتين يا ريت ما الوش يحمر. لو في الاطباق زي ما انتوا شايفين هنغطيها، دي اساسي الوش المكرمش. هنغطي الاطباق على طول وهو سخن عشان يعمل الوش اللي احنا عايزينه زي ما انتوا شايفين. وبنزوقه زي ما احنا عايزين. المتوفر عندنا زبيب، جوز الهند، اي حاجه، مكسرات، اللي متوفر عندنا زي ما انتوا شايفين. طعمه في منتهى الجمال وهيبقى احلى من الجاهز. ان شاء الله وصفتي تعجبكم، ولو عجبتكم يا ريت تعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس. سلام.